السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعالى نبدأ في شرح متن تحفة الأطفال، وهو متن في أحكام التجويد، يعني متن سلس بسيط، 61 بيتًا، كتبه الشيخ سليمان الجمزوري عليه رحمة الله تعالى. تضمن بعض أحكام التجويد مثل النون الساكنة والتنوين، وكذلك أحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين، وأحكام لام ال والمثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين، وكذلك تضمن أحكام المدود وأقسامها. وبين أيدينا اليوم أول حكم، ويعتبر طبعًا من أهم أحكام التجويد، آآ النون الساكنة والتنوين. نقرأ المتن وبعدين نتطرق للشرح إن شاء الله تعالى. يقول العلامة: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفه، للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في 5 من بعد 10 رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. تمام. معنا بعد ذلك شرح الأبيات. يقول العلامة: للنون إن تسكن وللتنوين. يبقى طبعا بنتكلم عن النون الساكنة، أحكام النون الساكنة في القرآن، النون التي لا حركة لها. تمام. وهذه النون تثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا كما هو مبين يعني، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف تأتي متوسطة ومتطرفة. طب التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، تمام، زائدة تلحق آخر الاسم. لا يكون التنوين إلا في الأسماء، ولا يأتي إلا متطرفا. تمام. والتنوين كما هو معلوم يثبت وصلا ويسقط وقفا. تمام. فللنون الساكنة والتنوين 4 أحكام. الحكم الأول الإظهار. الإظهار إذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين حرف من حروف الإظهار، وهذا الإظهار يسمى إظهار حلقي. تمام. لأن حروف الإظهار هي حروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. فإذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين حرف من حروف الإظهار يجب إظهارهما، ويسمى إظهارا حلقيا. تمام. يا أمثلة على ذلك: وهم ينهون عنه وينأون عنه، تقول ينهون وينأون. من آمن، كل آمن. منهم من هاجر. جرف هار. أنعمت. من عمل، حقيق على. تنحتون، من حكيم، عليم حكيم. فسينغضون، من غل. حليما غفورا. والمنخنقة من خير. لطيف خبير. هذا هو الحكم الأول، وهو الإظهار. إذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين حرف من حروف الإظهار، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، يجب إظهارهما ويسمى إظهارا حلقيا. تمام. معنا بعد ذلك الحكم الثاني، وهو الإدغام. إذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين حرف من حروف الإدغام المجموعة في كلمة يرملون، يجب إدغامها. وهذا الإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة ويسمى إدغام ناقص. تمام. وذلك لبقاء أثر الحرف المدغم وهو الغنة. تمام. وحروفه 4 مجموعة في كلمة ينمو. تمام. والقسم الثاني إدغام بغير غنة. تمام. ويسمى إدغاما ناقصا، وذلك لانعدام أثر الحرف المدغم. وحرفاه الحرفان المتبقيان من حروف يرملون بعد حذف حروف الإدغام بغنة، وهما اللام والراء. تمام. أمثلة على الإدغام بغنة: ومنهم من يقول برق يجعلون من نور. حطة نغفر من مال. مثلا ما من وال غشاوة ولهم. تمام. معنى يقول لك أن من شروط الإدغام بغنة أن يكون التنوين والنون الساكنة في كلمة، وحرف الإدغام في الكلمة الثانية، يعني ألا يجتمع النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة. هذا من شروط الإدغام بغنة. فإذا اجتمع في كلمة واحدة فيجب الإظهار، ويسمى إظهارا مطلقا. تمام. ورد هذا في 4 كلمات من القرآن الكريم: دنيا وبنيان وقنوان وصنوان. فهنا في كلمة دنيا وفي كلمة بنيان أتت النون الساكنة وبعدها حرف الياء، فعلى القاعدة تقول هنا إيه؟ إدغام بغنة. لكن هنا فقد شرط من شروط الإدغام، وهو أن النون الساكنة وحرف الإدغام الياء أتى في كلمة واحدة. تمام. فوجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا، فيمتنع الإدغام. يمتنع أن تقول ديا وبيان وقوان وصوان، هذا خطأ. تقول دنيا، بنيان، قنوان، صنوان. تمام.
ويزيد على هذه الكلمات الأربع كلمتان لم يذكرهم الشيخ هنا، وهنكتب بس. تمام. أول حاجة ياسين والقرآن الحكيم. يا سين والقرآن. تمام. فهنا في كلمة ياسين والقرآن، ياسين تمام نون ساكن بعدها حرف الواو، والقرآن حرف من حروف الإدغام. على القاعدة تمام تقول إيه؟ تقول بالإدغام ياسين والقرآن الحكيم. لكن هذه الكلمة لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية فيها الإظهار، ولذلك نص الإمام الشاطبي بقوله وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، فقرأ المشار إليه بالعين في عن، والفاء في فتى، وحقهم ابن كثير وأبو عمرو بدا الباء لقالون. قرأ هؤلاء القراء بإظهار نون ياسين، منهم حفص عن عاصم. تمام. ياسين والقرآن الحكيم، فامتنع الإدغام هنا. تمام. وكذلك عندنا إيه؟ نون والقلم. تمام. نون والقلم، نون والقلم. تمام. نون ساكنة بعدها واو والقلم. تمام. على القاعدة تقول يجب الإدغام، نون ساكنة أتى بعد النون الساكنة حرف من حروف كلمة ينمو وهو الواو، فوجب الإدغام. لكن هذه الكلمة لحفص من طريق الشاطبية أيضا فيها الإظهار. تمام. نون والقلم وما يسطرون، ياسين والقرآن الحكيم. تمام. فنون والقلم وكذلك ياسين والقرآن فيهما الإظهار لحفص من طريق الشاطبية، ولذلك نص الإمام الشاطبي رحمه الله قال وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، أي ليس هناك قياس في القراءة. تمام. مش تقول مثلا عشان دي على القاعدة يبقى إدغام، لا، وردت لحفص هكذا بالإظهار نون والقلم وما يسطرون، ياسين والقرآن الحكيم. تمام. نستكمل معنا بعد ذلك القسم الثاني وهو الإدغام بغير غنة. تمام. يبقى ما زلنا في الإدغام، إدغام النون الساكنة والتنوين. القسم الثاني إدغام كامل بغير غنة. تمام. وهو إذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين حرفي اللام أو الراء. تمام. أمثلة على ذلك من لدنه، ذهب أثر الحرف المدغم، ذهبت الغنة. تمام. من لدنه هدى للمتقين، من ربهم، من ربهم. تمام. يعني كأنك بالضبط قرأت هكذا من لدنه. تمام. كأنك بالضبط قرأت قلنا من لدنه وقلنا هدى للمتقين، كأنك قرأت من ربهم ضغم كامل، من ربهم، من لدنه هدى للمتقين. تمام. معنى بعد ذلك الحكم الثالث وهو الإقلاب، إقلاب النون الساكنة إلى ميم مخفاه بغنة. تمام. عند حرف واحد وهو الباء، يبقى إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء وجب الإقلاب. تمام. وهنا هينتقل الحكم من أحكام النون الساكنة والتنوين إلى أحكام الميم الساكن. تمام. طب إزاي يا مولانا؟ عندنا مثلا هناخد كلمة أن بورك مثلا، أن بورك من في النار، أن بورك. تمام. أن بورك تقلب النون الساكنة ميم ساكن، قلبنا النون الساكنة ميم ساكن، هذا هي أصبحت ميم هكذا بورك. تمام. فهنا أتى بعد الميم الساكنة حرف الباء، يعني هندرس إن شاء الله في أحكام الميم الساكنة إذا أتى بعد الميم الساكنة حرف الباء وجب إخفاؤها. تمام. وهنا بقيت الغنة من صفة الإيه؟ من صفة النون، يعني عشان نبين لك إن دي أساسها نون مش ميم. التطبيق إزاي طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنبئهم بأسمائهم، أن بورك من في النار، سميع بصير، عليم بذات الصدور. تمام. الحكم الرابع والأخير الإخفاء. تمام. إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإخفاء وهي الحروف المتبقية بعد حذف حروف الإظهار وكذلك الإدغام وحرف الإقلاب وهو الباء. تمام. جمعها صاحب التحفة في أوائل الكلمات: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. تمام. فهذه الحروف إذا أتت بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإخفاء ويسمى إخفاء حقيقيا. أمثلة على ذلك كثيرة، وتطبيق هكذا: ينصركم، ينصركم. هنا أتى بعد النون الساكنة حرف من حروف الإخفاء وهو الصاد فوجب الإخفاء. ولمن صبر عملا صالحا، لينذر، لينذر. من ذا الذي ظل ذي، ظل ذي ثلاث شعب، أنثى، أنثى. من ثمرة يومئذ ثمانية، ينكثون، ينكثون.
من كان عليا كبيرا عليا كبيرا نوجي ما جاء ولكل جعلنا ينشئ فمن شهد عليم عليم شرع وينقلب وإن قيل مثلا قرية من سأته أن سيكون رجلا سلما عنده من دون عملا دون ينطق فإن طبن كلمة طيبة أنزل فإن زللتم نفسا زاكية ينفق وإن فاتكم كنتم وإن تبتم جنات تجري من ضل مسفرة ضاحكة ينظرون من عمي قوم ظلموا. تمام. ويسمى هذا الإخفاء بالإخفاء الحقيقي كما ذكرنا. تمام. وهنا يعني يكون أتينا إلى نهاية أحكام النون الساكنة والتنوين. فكنا سريعا نقول أن النون الساكنة والتنوين لها 4 أحكام: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. الإظهار إذا أتى بعدها حرف من حروف الإظهار: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الحكم الثاني الإدغام، وهناك إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. إدغام بغنة إذا أتى بعدها حرف من حروف ينمو. إدغام بغير غنة إذا أتى بعدها حرف اللام أو الراء. تمام. الحكم الثالث الإقلاب إذا أتى بعده حرف الباء. تمام. تقلب ميما بغنة مع الإخفاء. الحكم الرابع الإخفاء، وهو إذا أتى بعده حرف من حروف أوائل كلمات هذا البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.